كيفن كان عمره 11 سنة في أول حلقة ظهر فيها في بان تاني كلاسيكي باسم كيفن ليفن، واللي بيظهر فيه إنه عايش في الشوارع لأن أهله طردوه بسبب قوته ومشاكله اللي كان بيعملها. كيفن قوته كان بيتمثل في إنه ممكن يمتص الطاقة أو يتحكم فيها، والطاقة ديت ساعتها كانت الكهرباء بس. هو ظهر في الأول مع بين كحليف ليه وكان كواحد صاحبه، لكن بسبب طبعه العدواني والطماع دخل في صراع مع بين من أول حلقة ظهر فيها في المسلسل. وهنا كيفن في صراعه مع بين اكتشف انه يقدر يمتص طاقة اي مخلوق مش الكهرباء بس، وقوته اتطورت لآيات تانية لدرجة انه يقدر يتحول لكل فضائيين بيت في نفس الوقت، لكن ما يعرفش يرجع تاني لشكله الطبيعي. في اخر مواجهة ليه مع بين اتحد هو وفيلجاكس ضد بين، ولكن اتهزموا واتحبسوا في النول فويد. كيفن في الوقت ده كان عنده 11 سنة، ده معناه انه كان اكبر من بين بسنة، وده ممكن يفسر ليه كان هو اطول منه المواسم الجديدة. كيفن وهو عنده 12 سنة اتحبس في سجن في النول فويد، وبيصاحب واحد اسمه كوار، واللي بيعلمه انه يتحكم في قوته ويرجع شكله الطبيعي، وبرضه يخليه يتحكم في اي مادة يمتصها. كوارل بيهرب كيفن من السجن، لكن للأسف ما بيعرفش يهرب معاه. كيفن دلوقتي لسه في النول فويد، ونشوفه في حلقة من حلقات اومنيفيرس واحد اسمه زاسكير بيهربه من نول فويد. في المقابل كيفن بيجمع له مادة اسمها هادوري. بان بيساعد كيفن انهم يهزموا زاسكير، ولكن للأسف كيفن بيرجع للنول فويد تاني. كيفن بيقابل أرجت في النول فويد ويصاحبه، بيحاولوا يهربوا من النول فويد مع واحد اسمه أوتو، لكن بيخونهم وبيهرب هو لوحده. في أحداث أومنيفيرس بنتعرف على واحد اسمه بروكتور سيرفانتس، هو يعتبر عضو سابق في فرقة خاصة بلامرز. سيرفانتس بيستخدم قوة كيفن عشان يدمج قوة الفضائيين مع البشر. كيفن كونه كأزموزي فهو يقدر يمتص الطاقة ويحولها. سيرفانتس بيجمع فريق نصهم بشر ونصهم فضائيين، ويكونوا بقيادة كيفن، وهدفهم بيكون تدمير بن، وده اللي بنشوفه في حلقة لما طلع من نول فويد وواجهوا بن، ولكنهم خسروا ورجعوا تاني. مع العلم في الوقت ده سيرفانتس كان يقدر يتحكم في عقولهم وأفكارهم. بنشوف بعد كده كيفن وعنده 14 سنة وهرب من نول فويد. المسلسل ما بينش في اللحظة ديت هو هرب ازاي او مين اللي طلعه، ولكن للأسف لسه بيعمل مشاكل، لأنه في الوقت ده كان هو وأرجت على كوكب فور أرمز، كان بيطلب من الملك تقنيات فضائية. في مقابل التقنيات ديت كيفن بيخطب بنت الملك الأميرة لوما. نشوف بعد كده كيفن في إليوم فورس وعنده 16 سنة، واللي دايما كالعادة طورت في صفقة أسلحة فضائية، ولكنه بينضم لفريق بين وجوين وبيكون علاقة رومانسية بينه وبين جوين. وفي حلقة في إليوم فورس كان بلومر وصاحب جد ماكس، وبيقدر برضه يحول الطاقة، وكده نعرف كيفن وارث الطاقة دي منين. ولكن للأسف والده بيموت وكيفن بيحاول ينتقم لأبوه. في حلقة بعنوان انتقام فيلجاكس، بان وكيفن بيحاولوا يهكروا الأومنيتريكس، ولكن الحركة دي بتفشل وبتعمل انفجار بيغير شكل كيفن للأبد. ومع نهاية إلين فورس لما الأومنيتريكس بتنفجر كيفن بيرجع لشكله الطبيعي تاني، وده معناه ان الأومنيتريكس هي اللي كانت محولة شكله. في أحداث ألتيميت إلين وأومنيفيرس كيفن بيكون عمره 17 سنة وبن بيكون عمره 16 سنة. كيفن بيقابل أجريجور وبيعرف انه مش هو الوحيد اللي يقدر يمتص الطاقة، وعشان يهزمه كيفن بيمتص ساعة بن. طبعا احنا عارفين ان كل مرة كيفن بيمتص ساعة بن بيقدرش يتحكم في نفسه او عقله. كيفن بعد كده بيروح ينتقم من اي حد اذاه او كان ليه حتى موقف وحش معاه، واللي من ضمنهم زوج امه، واللي بيقول ان هو كان بيعامله وحش وهو صغير. وده ممكن يوضح لنا ان زوج امه ده هو كان السبب ان كيفن كان مرمي في الشوارع في الاول جزء. بين لما يجرب كل الطرق معاه بيجيب اخره معاه، بيواجهه ويوقفه وكان ممكن يقتله كمان. ونشوفه بعد كده في اومنيفيرس هو جاي والمشاكل معاه، وده لان كان وقتها موعد زواج الاميرة لوم من كيفن، فكيفن بيطلب مساعدة بن ويخليه يواجه الاميرة بدون ما يقوله ان لو كسب هيتجوز الاميرة بدل منه. في حلقة ويبن 11 بنشوف سيرفانتس وهو بيجمع فريق الروترز من أول تاني وبيسيطر على عقولهم من ضمنهم كيفن، وبيحاولوا يهزموا بين تاني، ولكن في آخر لحظة كيفن بيطلع إنه مش تحت تحكم سيرفانتس وبينقذ بين واللي معاه. بعد كده كيفن بياخد سكن جنب جامعة جوين، وبنشوفه برضه في لقطة بين 10K هو وجوين وبان وهم كبار، ودي هنتكلم عنها بس كمان شوية. ايه بقى اللي اتغير في احداث كيفن؟ وهنا احنا بنتكلم عن احداث كيفن في بنتين الكلاسيكي ما بينه وما بين باقي الاجزاء.
وهو ان كيفن كان طول عمره ضد بان وجوان وكان دايما شرير. وممكن تقولي ساعتها لأ، ان نسخته هو 11 سنة كانت في بان 10 الكلاسيكي فقط، ولما كبر بقى مع بان وجوان. ولكن الحقيقة ان احنا شفناه في الحلقتين بتوع بان 10000 في البان 10 الكلاسيكي وكان فيهم ضد بان وجوان. ده معناه ان كان طول عمره ضده. واللي يدل على ده اكتر ان مثلا علاقته هو وجوان منعدمة في الأربع حلقات اللي ظهر فيهم في بن 10 الكلاسيكي، وبرضه في الحلقتين بتوع بن 10000 واللي حاولوا الكتاب يغيروها في بن 10 اومنيفيرس لما بينوا كيفن مع جوان. غير ان في حلقة بن 10 اومنيفيرس نلاقي كيفن 11000 عليه علامة اكس، وعلامة الاكس ديت كانت من بن وشفناها وهو بيعملها له في حلقة ويبن 11 في اومنيفيرس. وده معناه ان كيفن كان ضد بن في بن 10 الكلاسيكي والين فورس والتيميت الين واومنيفيرس لحد ما شفناه وهو بيواجه بن في بن 10000. واهم سبب هو سبب عقلاني ليه كيفن يصاحب بن، وهو على رأي سيرفانتس كان هو السبب، وهو يتحبس في النول فويد كذا مرة حتى وهو كان طفل. وهو برضه السبب ان كيفن يفقد عقله كذا مرة بسبب امتصاص الاومنيتريكس. فليه بعد كل ده يصاحبه؟ برأيك انت، هل صناع المسلسل كانوا صح انهم يعملوا التغير ده ويخلوا كيفن صاحب لبان وجوين بعد كل ده ولا لا؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ده متنساش تعمل لايك واشتراك.